إصرار على إخفاء الحقائق. أنا عايز أعرف حاجة واحدة بس، إيه المشكلة اللي عند الاتحاد المصري لكرة القدم؟ إيه المشكلة عند المهندس هاني أبو ريدة إن الحقائق تكون على عينك يا تاجر؟ إن اللي عايز يحضر من مجلس إدارة النادي الأهلي يحضر. إيه المشكلة في سيد عبد الحفيظ؟ يا جماعة اللي بيحصل ده بتخلوا الناس اللي بره واللي جوه يقول ان في حاجه غلط. ما هو مفيش حد ما بيكونش خايف من حاجه وبيعمل تصرفاتكم دي. التصرفات اللي بتحصل دي تحتها مليون علامه استفهام وعلامه تعجب. انت دلوقتي لو مش خايف من حاجه، ايه مشكلتك في ان الكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يروح، ان هو يتابع، ان هو يسمع؟ ايه مشكلتك في ده؟ اللي انت بتعمله ده تحته علامات استفهام كتيرة وعلامات تعجب اكتر واكتر. وطبعا كلنا شايفين الحملة الممنهجة من جمهور نادي الزمالك ان ايوه يروح ليه، هيولع الدنيا، هيعمل، وكله ما بياخدش الخطوات سبحان الله غير بعد النادي الاهلي ما بياخدها.